صبري صلح حياته ولا يترانا ويمديتيتي ويدخل في فلوس من البزنس متاعه. صبري ولا واثق في روحه والفتيات مضروبين فيه والناس تحبه، ولا انسان مسؤول وتو ماهوش مصدق انه خرج من الوحله اللي هو فيها. الايام تعدات والنفحه بدات تطير له، تو مادام بدو تخدم ما عادش يترانا برشا وياكل اللي يحب ونفسيته تحسنت دونك ما عادش يمديتيتي. يا صبري فاش تعمل؟ صبري رجع كل نهار يسكرولي ويلحس للبنات. صبري تفرج في التويتش. صبري لا لا مش الحاجه ذيك وزيد من اليوتيوب. صبري حياته بشويه بشويه بدات تظلم ورجع للنقطه اللي بدا منها وماهوش عارف كيفاه باش يخرج. ما فماش لقمين اليوم. السلام، اهلا بكم الوليد. نعرف توحشتوني، وكان ما توحشتنيش ان شاء الله تحب وحده حتى في البيوم تاعها جون ترافاي با جو سوي انو برانسيس، ولا وحده توكسيك وشعرها احمر لمحل نتصورك ماذا بيك تحب الوحده الثانيه. الحسيلو كان توحشتني حط واحد في كومنتير، وكان ما توحشتنيش اكتب واحد زاد باش ما نشلقش بيك. الفيديو هذا عملته للناس اللي تحس روحها ضايعه وما تعرفش شنو يلزمك تعمل في حياتك. الحسيلو ما تفهمش كلنا احنا الشباب تو، اما لا علينا كما العاده تو باش نحكي لك حكايتي. والحسيلو الشهر اللي فات من بعد ما هبطت الفيديو نتاع كيفاش تتغرم بقرايه الكتب، بعد البريود هذيك الحسيلو حبيت نعمل تجربه. جتني فكره غبيه على الاخر، اما قلت خليني نجربها برك الواه عايشين يا اخي. والتجربه هذه بدات بطريقه سلسه على الاخر، اما وفات بكارثه واللي تتمثل في اني باش نبطل السيلف امبروفمنت. دونك بطلت المديتيشن ولا التامل، ما عادش نجورنالي ونخطط للمستقبل، ما عادش نقرا كتب ناكل كيما يجي، وليت نفصع ما عادش نمشي نترانا برشا. وفي المقابل وليت نكونسومي برشا السوشيال ميديا، خاصه الناس اللي تبع فيها على انستغرام وكل لاحظت وليت مبرتاجي برشا في الميمز في الستوريات، ناكل كيما يجي، خاصه ماكلة الشارع او حتى في الدار ناكل كيما يجي. الكونسوميريزم ولا الاستهلاك سواء دبش ولا حاجات تافهه على الاخر. بعثت برشا انفيتاسيونات لبنات توا فسختهم راهو سي بون، وحكيت مع برشا بنات وقابلت برشا بنات زادوا في الاخر ما خرجت بحتى شيء. والحاجات المظلمه الكل ما نحبش ندخل في اللي ديتاي ياسر حسيلو، راهو الحبه هذه وهذه من ستريس والتغذيه نتاعي مش من اللي في بالي. حسيلو بما اني فاضي شغل انا التجربه هذه عملتها باش نشوف هل انه سيلف امبروفمنت ولا تطوير الذات حاجه تنفع ولا لا. اما وقت اللي حاولت نحبس على هالعادات المعفطه ونرجع لحياه تطوير الذات ما نجمتش. هي تفكرت حاجه وليت زاده في الليل ندخل اليوتيوب قبل ما نرقد، مستانس نقرا كتاب ولا ما نعمل حتى شيء قبل ما نرقد. وليت ندخل اليوتيوب في الفرش نتفرج فك الفيديوهات نتاع البينت اكسبلينرز او كفيديوهات ضاربين عندهم توا عام. بعد ما نسكر اليوتيوب نقول راهم غدويك سي بون باش نرجع للسيلف امبروفمنت، وغدوه باش نقرا بارتي كبيره من الكتاب اللي نتبع فيه توا، وباش نحضر سكريبتوات الفيديوهات، وباش ناكل بنظيف واللغه ذيك الكل، وباش نحي القرف. اما بالرسمي راني ما نجمتش كأنه ركبني جن. والحقيقه الفيديو هذا راني عامله حشم شويه من روحي ومنكم، على خاطر ما كنت تعرفوا الشان نتاع سيلف امبروفمنت وكل شيء، وديما تتوقعوا مني من حسن الى احسن، ولا كيف يقولوا فيها مش من حسن الى اخيب. اما الله غالب انا لهنا ما نجي باش نكذب عليكم، باش نعطيكم الصراحه كيما هي، على خاطر فديت برشا من الانفلونسرز اللي يكذبوا اللي يعطيو فينا في البيرفكت لايف على الانستغرام والتيك توك، وهم في الحقيقه ناس مرضى نفسيا وعندهم برشا اضطرابات. اما لا علينا، زاد نعرف انه الفيديو هذا فما ناس باش تفهموا بالغلط، وهذه حاجه محزنه على الاخر بالنسبه ليا، على خاطر فما ناس باش تاخذ الانسبيراسيون من الفيديو هذا مش باش تتعلم من الغلط نتاعي، اما باش تستعملوا كعذر باش يمشيوا يعملوا الحاجات الخايبه هم زاد. والحاجه هذه نعرفها على خاطر اني نعمل فيها، يعني وقت اللي نشوف انسان نقتدي به يعمل في حاجه خايبه باش نقول بون مادام هو زاد عمل لك كيك حتى انا نعمل كيف هكاك ومن بعد نتصلح. ولهنا كنت تخمم هكاك بريعتك. دونك كيما حكيت لك بقيت واحد فك العادات المظلمه لمده شهر ولا اكثر، والنتيجه كانت ظاهره، يعني ولا عندي سوشيال انكزايتي هاي على الاخر، ديما نحس في روحي في خطر ومخي مركبها لي حتى على حاجات تافهه ما نجمش نخزر ولا حتى ننتراكتي مع العباد برشا. الحاسيل وليت منزوي ولا منطوي ولا كيفاش تتقال على المجتمع بريسك ديما في الدار، وحتى كيف تخرج نبدا لبس كابيش كاني ما نحبش الناس تشوفني ولا حاجه، مش حاسس بوزيتيفمون حاسس نيجاتيفمون على الاخر، ونوفر ثينكي ولا نخاوم برشا في اي جيست يعملها لي اي انسان ونقراها بالخايب. ما نعرفش علاش ما حاس روحي نصف فيه، ما عادش مركز في اللونتريمون ونكتبوني في خشمي لهنا، هاي توا توجع فيا في بالي خشمي يتكسر. ونتصورك تنجم تشوف انه المنتل هيلث ولا حالتي النفسيه تعبه شويه في اخر زوز فيديوهات. نورمالمون الفيديو نتاع 2026 هذاك وما تبدل شيء، والفيديو اللي قبله وما كانش فيهم برشا ايفور. اما راهو الميساج والكلام اللي قلته في الفيديوهات صحيح، راهو مانيش مهبول ولا حاجه، ونعرف طولت عليكم برشا، والحاجات اللي نحكي فيها هذه تحسني نكبر في الموضوع على الاخر. اما راهو يا برو ماك تعرف الشيل نتاعي والجورني ولا الرحله نتاعي في الحياه هذه حاليا على الاقل تتمحور على السيلف ماستري وتطوير النفس داخليا خاصه. هذاك علاش تو ولا هبطت فيديوهات على الحديد ولا الفلوس، على خاطر نحبكم تتمكنوا ساعه من الحاجات الداخليه، وهذه حاجات بالنسبه لي مهمه على الاخر راهو، ولازمها تكون مهمه ليك انت زاده. وكما قلت لك ممكن حاليا تحسني نكبر في الموضوع ياسر، كيما بالضبط كالولاد ولا البنات الكروز اللي يبدا يبكي على خاطر بوه غلط شري له ايفون 15 مش ايفون 17، ولا كالنابغه بتاع الكلاس اللي يبدا متغش على خاطر البروف عطاه 15 مش 16. اما راوي برو اللي نحكي فيه مهم، على خاطر التغير يبدا من داخل. كان تحب تبدل المحيط
جديد والحاجات اللي دايره بيك. وتوي ما انك تتفرج في الفيديو هذا نحب نبشرك اني خرجت منها الحاجات هذيك، وراني ما بطلش سيلف امبروفمنت على طول، جيست العنوان نتاع الفيديو كليك بيت وفازيت. اما رو الحاجه هذه ما صارتش في نهار، اما صارت بالتدريج كما نحكي لكم في الفيديوهات الكل، وبديت بالحاجات الصغيره كما اني نظم بيتي وهذيك بالله من غير ما تخزروا لها جمله والله القيم عيسى هذيك لا تتنظم. ديريت نمس اقل حاجه فيها الفاز هذيك من غد بيك سي بون نلقاها دخلت بعضها ما نعرفش كيفاش، اما سي بون هكا منظمه شويه تسمى سافا. ولهنا من غير ما نطول عليكم فما زوز نقاط نحب نحكي عليهم في الفيديو هذا. النقطه الاولى يا برو هو انه حاجه عاديه ولا اتس اوكي انك تعاود تبدا من الصفر مره اخرى، على خاطر شنو هو الشوا الاخر اللي عندك هو انك تبقى في نفس البلاصه ولا المكان المظلم اللي كنت فيه واللي انت فيه حاليا، وقت اللي انت واعي انك تنجم تتبدل وتنجم تبدا حتى بخطوات صغيره. والشوا هذا نتاع انك تبقى في نفس البلاصه هو شوا نتاع انسان جبان. كان فما بنات يتفرجوا نتاع انسانه جبانه، انا ما نسيتكمش البنات. نحبك تهز يديك هكا تو تخزر لها، شكون يحرك فيها يا برو؟ هل انك انت هو اللي يتحرك فيها ولا فما انسان اخر يتحكم فيك؟ بالطبيعه نعرف الجواب، انت هو اللي تتحكم فيها يا برو. دونك المسؤوليه هي مسؤوليتك باش تبدل اي مقاوم من مقاومات حياتك ما يعجبكش، والمسؤوليه هذه هي اللي باش تخليك انسان قوي بما فيه الكفايه باش تبدل الواقع اللي تعيش فيه. او المسؤوليه هذه تبدا من الحاجات الصغيره اللي نحسوها تحتنا. ما لاحظتش انه في كل سبيتش ولا خطاب نتاع موتيفاسيون يقول لك اول حاجه تعملها كي تقوم الصباح هو انك تنظم فرشك او كفرشي منظم، وانت سمعت هالنصيحه هذه 200 الف مره نتاع نظم فرشك او ما عمرك ما خذيتها ولا مشيت بها. وتعرف الرياكسيون صغيره هذيك اللي عملتها شنو تقول لمخك؟ تقول له انه الانسان هذا راه ماهوش قادر حتى باش انه يعمل الحاجات الصغيره كما انه ينظم فرشه. هذاك هو السينيال اللي يبعثه بدنك لمخك. دونك مخك باش يقول انه الانسان هذا هو انسان خواف كالقح، مانيش باش يخليه يعمل الحاجات الكبيره على خاطر ماهوش قادر حتى انه يعمل الحاجات الصغيره باش توحل في النيجاتيف لوب ولا الدوامه السلبيه ذيك اللي باش تبدا تطيح فيك لوطه بشويه بشويه. دونك ابدا من الصغير يا برو وحاول تتطور كل يوم. نظم بيتك يا ولدي، حشمت في بلاصتك راني. كل حتى وجبه صحيه واحده في النهار، حار عظم مثلا، اقرا سطر واحد في كتاب، اي سطر واحد، اخرج تمشى مش لازم تجري ولا تمشي تدز الحديد. ابدا من الصغير وابدا ابني على الخطوات هذيك بشويه وصدقني ماكش باش تندم. النقطه الثانيه اللي حبيت نحكي عليها في الفيديو هذا هو انه السيلف امبروفمنت هو مهم يا برو، والحاجه هذه اكتشفتها بعد التجربه نتاعي بيان سور. تو عندي 3 سنين تقريبا في الرحله هذه وبالرسمي راهي عاونتني على الاخر. وكما يقولوا ما تحس بقيمه الحاجه كان وقت اللي تخسرها، كما بالضبط صحتنا ما تحس بقيمه صحتك كان وقت اللي تمرض ولا تقرب. والاكسبيرينس هذه علمتني واللي لازمها تعلمك زاده هو انه كل حاجه باهيه ونحسوها صعيبه علينا باش نعملوها، وكل حاجه باهيه عملتها في الرحله هذه عندها الفوائد نتاعها. وزاد كشفت لي الدارك بليس ولا المكان المظلم اللي كنت نعيش فيه واللي عشت فيه قبل، زاد عانيت من ديبرسيون في ايام المراهقه، وزاد ورتني انه البلاصه هذيك المظلمه راهي باش تولي المصير نتاعي، كنت نتبع حياه معبيه بالفساد ولا نتبع حياه معبيه بحاجات ما عندهاش معنى. دونك يا برو تنجم تصدقني انه سيلف امبروفمنت ينفع، وتنجم ما تصدقنيش امورك كما يقولوها يو ار ذا كابتن اوف يور اون شيب. مره صدقني كانك باش تمشي في الرحله هذه راك ما عندك باش تخسر وعندك برشا حاجات باش تربحها. بالنسبه للرحله هذه عندي برشا فيديوهات يحكيوا على تطوير الذات وهاني ديما نابلودي، ولا فما برشا يوتيوبرز اخرين يحكيوا على نفس الموضوع. كانك تفهم اونجلي فما حمزه اكثر واحد مشهور واللي انا نقلد فيه، فما برشا اخرين. دونك كنت تحس في روحك تعب ولا حياتك مش ماشيه كيما تحبها ما فيها باس كان تجرب بالهابتس ولا العادات تاع تطوير الذات من غير ما تسمع كالعبد المعفطه اللي يقول لك السيلف امبروفمنت كيما الابراج ولا التنميه البشريه وقوم في الصباح وقوم الصباح بكري ودوش بالبارد واللغه هذيك الكل ويضحكوا عليك. هذوك ناس معفطين راه اصلا الانسان نجم تعرفوا معفط من منظره. راه مثلا انا تحسني معفط اما مش برشا، دونك نجم تسمع كلامي وجوك باهي. تو الفيديو كمل تحب تخرج فما ابديت صغيره راه باش نحي الجروب نتاع الفيسبوك ما عادش باش نستعمله. الله غالب والله الاولاد الفيسبوك بصفه عامه ما نحبش ندخلوا راهو انفيرونمون معبي الحقيقه بالجبوره ياسر ومعبي بالتخلف الحاسيل وما فهمتش علاش فيسبوك هكاك معبي بالتخلف ياسر. مانيش نحكي على منبر نتاع الجروب اما نحكي على الفيسبوك كبلاتفورم. دونك لازم تستحقني في اي حاجه كونتاكتيني على انستغرام راني نجاوب الناس الكل ما نحقرش. كونش باش تبدا انسان مخط اكيد باش نحقرك، ولا كان عندك مشكله تعاني منها خليها في كومنتير وتو نجاوب عليها في فيديو. جيست راني لاهي بحاجات اخرين دونك مانيش نهبط برشا في فيديوهات والشين هذه مازلت مانيش ماخذها حاجه سيريس على الاخر. فرج في الفيديو هذا ممكن يعجبك، حط سبسكرايب وان شاء الله نهارك زين.